السلام عليكم ورحمة الله متابعيني يا حلوين. زي ما اتفقت معاكم أكلاتي بسيطة وخفيفة ولذيذة. هنعمل بابا غنوج وفول بالطماطم والثوم وبطاطس مهروسة بالبقدونس والزبدة والتوابل. دي البابا الغنوج بتاعي، أنا شوياه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بنعمل ايه؟ بنشيل القشرة اللي عليه دي اهو. بصوا، انا كنت شاوية 2 واريكم ايه. بصوا عاملة ازاي، مفيهوش نقطة سودا. بصوا، ودي التوابل بتاعه البابا غنوج، ملح وكمون وفلفل اسود بس، ما بيحتاجش اكتر من كده توابل. ومعانا التوم دوت للبابا الغنوج وللفول، والزبادي ده طبعا ده للبابا غنوج، ودوت بقى خل وزيت وليمون برضك لبابا الغنوج. مش عارفه مسمينه بابا غنوج ليه، ما يسموه ماما غنوج، احنا اللي بنعمله. وده الفول بتاعنا، ومعاه الطماطم وملح والثوم اللي انا ايه محضراه، والبطاطس المهروسه معاها البقدونس وكمون وفلفل وكاري وكركم بس. انا بسلق البطاطس اصلا من غير قشر وحاطه لها ايه ملح، فمش محتاجه ملح اكتر من كده. ودي الزبده ايه للبطاطس. يلا بينا بقى بابا الغنوج بتاعنا، زي ما انتوا شايفين مفهوش حته سودا قشره. نهرسه بقى بالهراسه بتاعتنا، اللي عايز يهرسه بالشوكه اللي موجود، يعني احنا ما بنعقدش الامور، بنعمل بالموجود. نحضر بقى، نحط التوم بتاعنا. طبعا حد يقول لي انت حاطه توم كتير، وفي حد هيقول قليل، كل واحد وعلى حسب ذوقه، دي ذوق حتى في الاكل يعني. بس انا بحط التوم ده حاساه يعني كده مناسب، يعني كميه مناسبه. حطيت بقى الخل والليمون، لان دول على بتنجانتين، انا كنت عملت التانية بس قلت ما اوريكم الايه، واحده متقشره كده. بعد بقى ما حطينا ايه الخل والليمون على التوم، نحط ايه بقى يا حلوين، التوابل بتاعتنا اللي احنا محضرينها، اللي هي ايه الكمون والفلفل والملح بس كده. نقلبهم برضو عشان كله يتجانس مع بعضه. والزبادي بتاعتنا، في ناس هيقولوا لي انت حاطه زبادي ليه؟ الزبادي دي بتخلي بقى البابا غنوج خفيف وطعمه حاجه حكايه كده زي المطاعم. وده الطحينه بتاعتنا، انا ما قلتهاش، نسيت اقولها لكم، بس طبعا ما فيش بابا غنوج من غير طحينه، ممكن يكون من غير زبادي لكن طحينه لا. بعد ما هرسنا بقى وحطينا التوابل بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، نهرس ايه، نقلب بقى ايه البابا غنوج بكل توابلنا دي، بالزبادي بقى والملح والكمون والليمون والخل. نحط ايه بقى الطحينه بتاعتنا اللي كنا محضرينها. لو عندك طحينه جاهزه معموله حطيها برضه عادي، كله ماشي. المهم تحط طحينه. نقلب بقى كله تجانس مع الطحينه. بصوا لونها، اخر حاجه هي الزيت بس كده. البابا غنوج بتاعنا ايه جاهز على الاكل. نغرفه في طبق تاني ونحط شويه بقدونس. الفول بتاعنا بقى ايه، وادي الطماطم والملح والثوم، مش اكتر من كده بس. يلا بينا على المقلايه بتاعتنا اللي احنا بنبقى حاطينها على النار تبقى سخنه، وحبه الزيت اللي هو الماده الدهنيه. انا محطش الفوله الا زيت. حطينا بقى الثوم، نشوح التومه تبقى يعني صفرة، لو انتوا غمقتوها هيمرر معاكم. هي تقلبتين ونضيف الفول بتاعنا. بصوا هي كده يعني خلاص، ما بتاخدش حاجه ما دام الطاسه سخنه، فالزيت سخن بسرعه، فمش محتاجين اكتر من كده. نضيف مع بعض بقى ايه الطماطم بتاعتنا اللي احنا محضرينها. بس بصوا الطماطم حمرا ازاي، مش محتاجه حتى شويه صلصه، لان احنا بنبقى عاملينها ايه زي ما قلت لكم قبل كده على النار الاول، بعد كده بضربها في الخلاط. نحط بقى الملح بتاعنا
ونقلب الصلصة بتاعتنا. ما بتاخدش حاجة على النار، يعني على طول نضيف الفول بتاعنا، ما بنسبكش احنا زيادة عن اللزوم، هي غلوتين وخلاص. والتفلتة بتاعتنا بتجهز في حاجات بسيطة، مفيش. بص الفول، بص الفول وجماله بقى عامل ازاي، والصلصة بتاعته مش خفيفة كده ولا صيصة كده. الفول خلص. نحضر معانا بقى ايه البطاطس المسلوقة بتاعتنا، والفلفل والكاري والكمون والايه والكركم، حطيناها زي ما انتوا شايفين على البطاطس. شايفين على طول نحطها على الطاسة على طول. وانا كده كده حاطه الملح، ودي بقى المادة الدهنية بتاعتنا، وحطينا عليها ايه الزبدة زي ما احنا متعودين، عشان نعمل ايه البطاطس المهروسة بتاعتنا. نحط بقى ايه البطاطس على طول، ما نسيبش الزبدة تتحرق ايه على الزبدة. زي ما انتوا شايفين جاهزة وكل توابلها موجودة. نضيف بقى البطاطس بتاعتنا كلها اللي في الطبق زي ما انتوا شايفين، وحبة بقدونس وايه، وخلصت الاكلة. احلى اكلة، احلى تفليته دي ولا ايه؟ بطاطس ده دي البابا الغنوج حطينا عليها شوية جرنش بقدونس. ودي البطاطس بتاعتنا اللي احنا برضو عاملينها بالبقدونس، والفول بتاعنا. يا رب تجربوا ايه وصفاتي، والتفليه دي خفيفه ولذيذه. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وتجربوها. سلام عليكم.